السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة كيك البرتقال، سهل وسريع وبسيط ومكوناته بسيطة. بما ان احنا دخلنا على موسم البرتقال خلاص واليوسفي والحاجات دي، تعالوا نعمل مع بعض احلى كيك برتقال هش وطري ولذيذ تحفة تحفة. مع كوباية شاي كده في الفطار الصبح، شاي بالنعناع. يا سلام بجد تحفة. يلا مع بعض نشوف الطريقة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو مش مشتركين في القناة. يلا مع بعض نقول بسم الله. اول حاجة عندنا المقادير سهلة وبسيطة. عندنا كوبايتين من الدقيق، وكوباية من عصير البرتقال الفريش، وكوباية من السكر الحبيبات عادي، وربع كوباية من الزيت، وربع كوباية من السمنة حطيتهم على بعض، واربع بيضات، وطبعا معلقة كبيرة من البيكنج باودر او انا استعملت كيك شيف، وطبعا معلقة صغيرة من الفانيليا. اول حاجه هنزل بالاربع بيضات كده وعليهم معلقه الفانيليا. طبعا الفانيليا السائله مختلفه خالص عن الفانيليا البودر. لازم الكيك يكون فيه فانيليا سائله. هضربهم مع بعض يعني تقريبا حوالي 3 دقايق، الفانيليا بالبيض بس من غير اي حاجه. تمام. هضربهم لحد لما البيض يبقى لونه فاتح فاتح خالص. طبعا كلنا عارفين انه الخطوات الاولى دي بتاعه ضرب البيض والسكر والمكونات الاوليه دي هي دي اساس نجاح اي كيكة في العالم. تمام. بعد كده هننزل بكوباية السكر بالتدريج بالشكل ده. هننزل بيها واحدة واحدة، يعني تقريبا ربع كوباية بربع كوباية. تمام. شايفين الخليط بدأ لونه يفتح معانا اكتر وبدأ يبقى هش اكتر. هنفضل نضرب شوية، وبعد كده هننزل بالزيت بتاعي والسمنة. طبعا لو كانت سمنة بلدي طبعا احسن بكتير. السمنة البلدي بتدي ريحة وطعم مختلف خالص لأي حلويات. تمام. بعد ما ضربتهم كده كويس مع بعض هنزل بكوباية العصير. طبعا انا هزود كمان تقريبا ربع كوباية في الاخر، بس يعني انا حطيت الكوباية دي لحد لما اشوف الدقيق بتاعي هل هيحتاج سوائل او لا. تمام. الخليط بتاعي كده بقى جاهز. دلوقتي هجهز خليط المواد الجافة. عندنا الكوبايتين دقيق، وهحط عليهم كيس الكيك شيف ده، او ممكن نحط معلقة من البيكنج باودر، مفيش مشكلة. هقلبهم مع بعض بالشكل ده. طبعا انا حطيت رشة ملح في الدقيق بس مش عارفة ما جاتش معايا في التصوير، معلش. وهحط الخليط ده على الخليط السائل. طبعا الدقيق لازم يكون منخول مرتين 3 على الاقل. بنزل بيه كده واحدة واحدة، وانا بقلب بالسباتيولا عادي. لما بننزل واحدة واحدة الدقيق مش بيكتل معانا، ومش بنحتاج مضرب ولا اي حاجة. هتشوفوه انا هقلبه كله من الالف للياء بالسباتيولا. زي ما انتوا شايفين الخليط بتاعي بدأ يبقى تقيل نوعا ما، وانا مش حابة خليط الكيك يبقى كده. فانا هحط له ربع كوباية من عصير البرتقال تاني. شايفين قوامه تقيل ازاي؟ ممكن نحط عصير برتقال، ممكن نحط ميه، بس انا بما اني عامله كيك برتقال فما حبيتش احط فيه اي ميه نهائي. هقلب كل الكلام ده تاني كده لحد لما يتجانس مع بعضه والخليط يبقى خفيف. ممكن برضو بدل ما ضفت ربع كوبايه البرتقال اضيف ربع كوبايه لبن، مفيش مشكله عادي. كده الخليط بقى جاهز معايا، قوامه بقى تحفه. شايفين اهو؟ ده القوام المثالي، كريمي خالص وهش. يلا مع بعض بقى نبتدي نجهز القالب او الصينية. ده القالب بتاعي انا بطنته سمنة او زبدة عادي زي ما تحبوا، او ممكن زيت، بس انا بحب السمنة والزبدة بيخلوا الكيك لونه حلو.
وبعد كده حطيت له رشة دقيق وبطنته بالدقيق زي ما انتوا شايفين. هنزل بخليط الكيك في القالب بالشكل ده وهوزعه كويس قوي. وهبتدي اخبط القالب كده على الرخامة خبطتين، يا دوب خبطتين بس كده، بحيث ان انا اي فراغات هواء اطلعها، واساوي كمان الوش. وبخلة سنان او ممكن سكينة رفيعة، اي حاجة، همشي كده دواير دواير في قالب الكيك، على حسب. لو قالب الكيك عندي طويل فانا برضو همشي بالطول، لو مدور همشي دواير، وهكذا، عشان اطلع اي فراغات او دوائر هوا كده من جوه تطلع، فقاعات هوا يعني، بالشكل ده. وهدخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة. وده شكل الكيك لما طلع من الفرن. شايفين لونه تقريبا بني كده، ده اللون المثالي بصراحة لأي كيك. ورشيت عليه من الوش كده جوز هند، بيبقى طعمه حلو قوي بجوز الهند. ممكن نعمل له صوص برتقال، مفيش مشكلة برضو، بيبقى تحفة. ممكن نحط له صوص شوكولاتة، بس انا بحبه بجوز الهند، بيبقى تحفة بصراحة. ومش قادرة اقول لكم على الريحة كمان، تجنن تجنن. جوز الهند مع السمنة مع الفانيليا مع البرتقال، كل الميكس ده مع بعضه تحفة، عامل قلبان بصراحة في البيت. انا هنا حاولت اقطعه، هي كانت لسه دافية. شايفين السكينة ما شاء الله بتقطعها بكل سهولة، لان طرية خالص خالص خالص. بصوا بقى من جوه الكيك عامل ازاي، لونه فاتح، بس مش عارفة الكاميرا ليه هي مخلياه اصفر شوية، بس هو فعلا ابيض ابيض خالص من جوه، مع انه كيك برتقال يعني. بس الطريقة عن طريقة بتختلف، وكتر ما احنا بنضرب في المكونات وفي البيض بيخلي الخليط لونه افتح. برضو هنا لونه اصفر مع ان الكيك مش اصفر خالص. بصوا عامل ازاي، هو هش وطري خالص. بصوا، اتمنى تجربوه، فعلا تحفة تحفة تحفة. وبجوز الهند كمان جميل بصراحة. لو ما عملتوش لايك للفيديو بقى اتمنى تعملوا سبسكرايب لو مش مشتركين في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.